المغرب كيسعى لتعزيز قدرته في الذكاء الاصطناعي عبر شراكة مع OpenAI. الشركة الألمانية بنتلاغ كتخطط لفتح مصنع في القنيطرة لتصنيع قطع غيار السيارات. رسميا بدأ أشغال المسح البري لمشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. مجموعة سواغ دياز الإسبانية كتقتني سفينة جديدة بسعة 4200 سيارة من أجل تأمين الربط بين المغرب وشمال أوروبا. صندوق UM6 المغربي كيضخ نصف مليار درهم لدعم 60 شركة ناشئة في المغرب وفي إفريقيا. شركة بوينغ كتشيد بشراكتها الممتدة مع المغرب وكتأكد على مكانته كوجهة استثمارية رائدة. انطلاق خطوط الترامواي الجديدة في الدار البيضاء شهر يونيو المقبل. شركة ماي أوبلا كتطلق في الحسيمة أول مركز لنداء لخدمة الزبائن باللغة الأمازيغية في المغرب. المكتب الوطني للسياحة كيبدع في الترويج للمملكة كوجهة سياحية عالمية على منصة تيك توك. غادي تعرفوا في هذا الفيديو آخر أخبار المملكة المغربية لهذا اليوم. فلنبدأ بالخبر الأول. التقت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمغرب غيثام الزور بالرئيس التنفيذي للعمليات في شركة OpenAI براد لايتكاب في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد قدم هذا اللقاء فرصة لمناقشة سبل التعاون في مجالات البحث والابتكار في المغرب، وكذلك لتطوير منظومة للذكاء الاصطناعي كتناسب مع خصوصيات المجتمع المغربي. وكيأتي هذا اللقاء ضمن جولة عمل قامت بها غيثام الزور إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقت خلالها عددا من المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات الأمريكية العالمية الفاعلة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بهدف التعريف بالفرص الواعدة التي تتيحها المملكة المغربية. الخبر الثاني. كيستمر المغرب في جذب الشركات العالمية المتخصصة في صناعة أجزاء السيارات بفضل الخبرة الواسعة لكيكتسبها في هذا المجال والبنية التحتية المتطورة لكتوفرها للشركات الكبيرة في الصناعة. ويشير موقع أتلانتيكو إلى أن شركة بنتلاغ الألمانية كتستعد لافتتاح مصنع جديد لإنتاج قطع غيار السيارات بالقرب من المجمع الضخم لشركة ستيلانتيس في القنيطرة. كيهدف هذا الانتقال للشركة الألمانية المتخصصة في تطوير وتصنيع مكونات هياكل السيارات والمحركات وأجزاء السيارات الكهربائية إلى تقليل الضغط على مصانعها في إسبانيا وتعزيز تواجدها بالقرب من مجمع ستيلانتيس في المغرب. الخبر الثالث. أعلنت شركة إيسافات عن بدء أنشطة المسح البري لمشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب بعد الاجتماع الافتتاحي الذي عقد في الرباط مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية. وقد بدأت أولى الأبحاث الطبوغرافية في الجزء الشمالي لكي يغطي المغرب وموريتانيا والسنغال. الخبر الرابع. أعلنت مجموعة سواغ دياز الإسبانية عن استحواذها على سفينة جديدة بسعة كتوصل إلى 4200 سيارة بهدف تعزيز الربط البحري بين المملكة المغربية وشمال أوروبا. وكتأتي هذه الخطوة في إطار جهودها المستمرة لتلبية احتياجات زبائنها الرئيسيين في المملكة مثل شركة السيارات البارزة كاستيلانتيس رونو وتويوتا. وكيعكس هذا الاستثمار التزام المجموعة بتقديم خدمات نقل بحري عالية الجودة، مما يساهم في تعزيز التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المغرب وأوروبا. الخبر الخامس. صندوق UM6 المغربي الذراع الاستثماري لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات كيعتزم تجميع 500 مليون درهم للاستثمار فيما يقارب من 60 شركة ناشئة في المملكة المغربية وإفريقيا وفقا لرئيس التنفيذي ياسين الغزيوي. ومنذ إطلاق النشاط في عام 2021 استثمر الصندوق في 27 شركة ناشئة بإجمالي 6.4 مليون دولار مع التركيز على التكنولوجيا العميقة والتحول الرقمي. وكيعكس المبلغ الجديد المخصص زيادة كبيرة في الاستثمار حيث يفوق 8 أضعاف الاستثمار السابق. الخبر السادس. أشاد نائب رئيس شركة الطيران التجاري بوينغ عن PCS بارك يوم الثلاثاء في دالاس بالشراكة الممتدة اللي كتربط بين الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات والمغرب.
وقال السيد ييت بارك إن الشراكة بين بوينك والمغرب كتمتد منذ عقود. وقال كذلك: نحن فخورون بالتعاون مع المملكة الشريك الجديد بثقة، وذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في الحدث البارز الاستثمار في المغرب المنظم في إطار الدورة 16 لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية اللي كتنعقد في دالاس. وأشار السيد ييت بارك اللي كيشرف على المبيعات التجارية لعملاق صناعة الطيران الأمريكي إلى أن المغرب وبوينك منظومة مزدهرة في قطاع كيخضع لتقنين صارم وكيعتمد على كثافة رأس المال، وكيتطلب كذلك مجموعة من المهارات المتطورة. الخبر السابع: كيرتقب أن تنطلق خدمات خطي ترامواي الثالث والرابع بمدينة الدار البيضاء بداية شهر يونيو، وفق ما أعلنته رئيسة المجلس الجامعي نبيلة الرميلي. وأكدت الرميلي يوم الأربعاء في الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر ماي أن خدمات الشطرين 3 و4 للترامواي غتنطلق في يونيو المقبل. وأوضحت أن جامعة الدار البيضاء استقبلت 18 عربة للترامواي، وكتعد الدفعة الأخيرة المتبقية بخصوص الشطرين الثالث والرابع. وكيمتد الخطان الثالث والرابع على مسافة 26 كيلومتر، إذ يصل طول الخط الثالث إلى 14 كيلومتر وكيضم 20 محطة، بينما الخط الرابع كيمتد على مسافة 12 كيلومتر وكيضم 18 محطة. الخبر الثامن: شركة ماي أوبلا كتطلق مركز للنداء الجديد اللي كتعتبر الأول من نوعه في المغرب لخدمة الزبائن باللغة الأمازيغية. وكتهدف هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات العملاء الناطقين بالأمازيغية وتوفير تجربة خدمة عملاء متميزة باللغة المحلية. وكتعتبر هذه الخطوة مبادرة مبتكرة كتساهم في تعزيز التواصل الثقافي وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الشركة ومجتمعها المحلي. الخبر التاسع: المكتب الوطني المغربي للسياحة كيبدع في الترويج للمملكة كوجهة سياحية عالمية بإطلاق مبادرة ترويجية جديدة كتستهدف فئة الشباب من الجيل زد على منصة تيك توك. واستدعى المكتب 10 من المؤثرين الأجانب اللي كيحظوا بمتابعة الملايين على تيك توك للمشاركة في برنامج يجوبون من خلاله مدن الصويرة ورزازات ومراكش للتعريف بالثقافة والفن والطبخ والأنشطة المحلية بالمغرب. وبهذا وصلنا لنهاية أخبار اليوم. نلقاكم في الغد في أخبار جديدة عن مملكتنا المغربية، فما تنسوش تفعيل الجرس باش توصلوا بأخبار اليوم. وشكرا على المشاهدة، وما تنسوش كذلك الاشتراك. معكم الروكو 360، ودائما ولا عزاء للحاقدين.